عليكم البنات، لاباس عليكم بخير؟ نتمنى تكونوا على خير وملتزمين بالتعاليم ديال الوقايه. وبما اننا في الحجر الصحي طيله هذا الشهر، فكرت نصور لكم فيديو بشهيوه جديده ولذيذه في نفس الوقت، والمذاق ما نحتاجش نقول لكم عليه. وهذه فرصه لكل الامهات والبنات يحضروا اكل صحي بعيدا عن الاكل الجاهز، لاننا كيف ما كتعرفوا في هذا الوقت بالضبط محتاجين كاملين المناعه ديالنا باش نقويوها بكل ما هو صحي. أسأل الله أن يرحمنا برحمته وأنه يهز علينا هذا الوباء. كونوا دائما البنات متفائلين أنه في كل نقمة فيها نعمة، في الحمد لله. يلا نستغلوا الحجر ديالنا الصحي فيما هو مفيد، والطبخ كذلك وحاجة مفيدة. نخليكم مع المكونات ديال الوصفة. هنايا غادي نديروا عجينة ديال البيتزا اللي كتجي رائعة بزاف. عندنا 2 ديال الكؤوس ديال الفورس، و3 ديال الكؤوس معزولين بوحديتهم كذلك ديال الفورس، و2 كيسان ديال الفينو، لاننا غنقسموا هذه العجينه لمرحلتين. عندنا 3 ديال الكؤوس ديال الماء الدافئ، 3 ديال المعالق كبيره ديال حليب بودره، معلقه كبيره ديال الخميره الفوريه، معلقه كبيره سنيده، نص معلقه ديال الابزار، معلقه كبيره ديال الملحه، وشويه ديال الابزار، عفوا شويه ديال الزعتر. غادي المهم كما قلت لكم هاد العجينه غندوزوها على مرحلتين. مهم البنات كيف ما قلت لكم هاد العجينه غنقسموها لمرحلتين. المرحله الاولى غناخدو 3 ديال الكؤوس ديال الفرص. بغيتو تغربلوهم من قبل، انا يلاه بالزربه يلا غادي نغربلهم. غادي نديرو هاد المرحله الاولى قلت لكم غنديرو فيها 3 ديال الكؤوس ديال الدقيق، وغادي نديرو المكونات كاملين في دقه واحده. غيبقاو لينا خلاص في الاخر غير دوك غير 2 كؤوس ديال الفرص و 2 كؤوس ديال الفينو. غادي نديرو الخميره الفوريه ونحاولوا نبعدوا المكونات كلهم، ما نديروهمش شي فوق شي، يتباعدوا باش ما يتفاعلوناش. غنديروا الخميره الفوريه سنيده والسكر والقليل من الابزار، نديرو غير نص معلقه، وكذلك الحليب بودره غنضيفوه حتى هو المكونات ديالنا. الزعتر بغيتو ديروه مطحون او لا هكا، المهم كيبقى على حسب الرغبه ديال كل واحد. وغادي نجيبو الفوي ديالنا. انا هنايا ديجا عبره 3 ديال الكؤوس ديال الماء دافي. هاد الوصفه هادي راه ما فيها لا زيت لا حتى شي حاجه. مهم غادي نبدا ندمج داك المكونات ديالي كاملين مع بعضياتهم، وغادي نخويو الماء خلاص تدريجيا بشويه بشويه. هنا يقدر يبان لكم ان الخليط جاري او لا، هذا راه عادي جدا. لان لانه اصلا حنايا بغينا يكون جاري، حيت مازال غادي نضيفوا ليه الدقيق وهذا، وعلى حسب كل طحين. كاين اللي كيشرب بزاف، كاين اللي فهمتي كيكون حدو قدو بهذا المعنى هذا. المهم غادي نبدا نخلط المكونات ديالي مزيان مع بعضياتها حتى ما نبقاش نحصل على دوك الكريكبات ديال الطحين اولا ديال الحليب بودره. انتما كيف ما كتشوفوا معايا غادي نخلطهم مزيان مزيان. من بعد غادي ناخدو السلوفان ديالنا وغادي نغطيوه مزيان باش ما يخرجناش النفس ديالو، تخمر لينا العجينه ديالنا. انتما راني حصلت على عجينه متجانسه 100%. مهم دابا كيف ما كتشوفوا معايا غادي ناخدو السلوفان ديالي وغادي نغطيوهم ونخليوها ترتاح حتى يضاعف لينا الحجم ديالها، وندوزو للمرحله الثانيه باذن الله. مهم هنايا من بعد ما اختمرت ليا العجينه ديالي وضاعف لي الحجم ديالها، غادي ناخدو 2 الكؤوس ديال الفرص و2 كؤوس ديال الفينو. وهنايا البنات هاد الكؤوس ديال الفينو 2 كؤوس الفينو قابله للزياده، تقدر على حسب الطحين راه كيختلف كل نوعيه على نوعيه اخرى، يعني تقدر زعما تقدر تحتاجو اكثر. مهم انا هنايا غادي تشوفوا معايا غادي نزيد ان شاء الله الطحين. مهم هنايا ضفت 2 الكؤوس ديال الفرص مع 2 كؤوس ديال الفينو، غادي نخلط مزيان. وإلا كان مازال غادي خصني نضيف الطحين غادي نضيفو. المهم ها نتوما معايا هي هاد العجينه ما خاصهاش
تكون قاصحة. يعني راه دابا تشوفوا في الاخير غادي تبقى ضروري غادي تكون كتلصق مزيان. هانتوما يعني هنايا راه مازال غادي نضيف العجينه، مازال ما تجمعاتليش. غادي نضيف شويه ديال الفينو، غادي نضيف غير القليل بشويه بشويه حتى كتجمع ليكم. هي ما خاصهاش تكون قاصحه كيف ما كنأكد عليها البنات مزيان، ما خاصهاش تكون قاصحه. انا هنايا غادي نستمر بجميع ديال العجين ديالي حتى نحصل على عجينه متجانسه، وفي نفس الوقت انها ما ماشي زعما قاصحه. هانتوما كما كتشوفوا معايا راه مازال كتلصق. انا تعمدت باش نخليكم نخلي يدي فيها العجينه باش تشوفوا انها راه كتبقى كتلصق. مهم دابا ندوزو المرحله المواليه. مهم البنات هنايا كيف ما كتشوفوا معايا العجينه ديالي من بعد ما كنخليوها كترتاح غير واحد شويه ماشي بزاف، كنقسموها على القياس اللي بغينا. انا هنايا غادي نديرهم، كاين اللي غادي نديرهم صغيورين دي ميني بيتزا، وكاين اللي غادي نديرهم كبار. المهم غادي نطلق العجينه ديالي مزيان. من بعد ما طلقت العجينه ديالي مزيان ومن الاحسن نخليوها حتى ترجع، ماشي اون فوا مثلا تلقوها تاخدوا دوك لي سيركل باش غادي تقطعوا دي ميني بيتزا اولا كبيره. خليوها حتى ترجع على خاطرها مزيان باش ما كتجيش معوجه اولا هذا. المهم غناخد هاد البيكر هادي ديالي كتسهل علينا عمليه ديال تقيب مزيان ديال البيتزا وكتبقى مهم زعما جميع البلايص هذا كيتبيكاو فيها. مهم زوينه بزاف، خدوها ما غاديش تندموا عليها. مهم هنايا كيف ما كتشوفوا معايا شكل دي ميني بيتزا وكذلك صوبت دي بيتزا كبارين. هنا البنات اللي نقدر نوصيكم عليها ان الطياب ديال هاد البيتزا هذا يكون كويسون ابلو، يعني ما تحمروهاش حيت ديجا مازال غادي تدخل الفران وداكشي تكون بيضه هكا. غادي نوريكم حتى الكبيره ديالها كيفاش كتجي رائعه وزوينه بزاف كتستحق تجربه. مهم البنات دابا غادي ندوزو باش غادي نصوبو لاصوص طوماط ديالنا اللي كتجي لذيذه وبطريقه مختلفه كتجي بحال ديال لي ريستورون وصحاب لي بيتزاريا خلاص. مهم هنايا بالنسبه للمكونات غنحتاجو 3 ديال الطماطم كبار ومع بصله واحده. غنحتاجو كاس الا ربع ديال الماء والزيت كذلك اللي غادي نطحنو فيه. غنحتاجو الفلفل الاحمر، بصله مشويه، كذلك الفلفله الصفراء مشويه هي والحمراء. هاد البيتزا هادي ديال الخضره كلشي غيكون فيها مشوي. المهم غير شويهم ونقيوهم. عندنا معلقه ونص ديال مايزينا، معلقه صغيره ديال الزنجبيل ومعلقه صغيره ديال الثوم بودره. عندنا معلقه صغيره ديال سنيده، نص معلقه ديال الابزار معلقه صغيره ديال الملح. عندنا فلفل احمر كذلك الزعتر حسب الرغبه ديالكم وجوج فصوص ديال الثوم هذا حبه زعما ماشي بودر. هذا غنحتاجو فيها البودر والعاديه. المهم غناخدو اول حاجه الطماطم ديالنا مع البصله وكاس الا ربع ديال الماء وغادي نضيفوا ليها الزيت. هاد الزيت هذا هي فاش غادي طيب لنا هاد لاصوص هادي غنطحنوها معاها. المهم هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا زيت الزيتون خلاص وغادي ندوزو للمرحله المواليه. مهم البنات هنا كيف ما كتشوفوا معايا خدينا ما وريتكمش مع المكونات قبل. خدينا هنايا لي طوماط سوريز جون وروج باش كيعطيو واحد المنظر زوين للبيتزا ديالنا وكذلك حتى في المذاق كيجيو زويونين. مهم غادي نشويهم مزيان. مهم بيني وبين يلاه تحرق لكم غير ديك الجليده ديالها الفوقانيه وندوزو باش نكملوا لاصوص ديالنا. المهم هنايا كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما طحنا البصله ديالنا وما طيشه كنحصلوا على واحد اللون اللي هو اورانج برتقالي. غادي ناخذوه غادي نوضعوه عفوا في الاناء ديالنا فاش غادي نصوبوا هاد لاصوص. المهم حتى حاجه ما تضيع نشللوا داكشي اللي باقي في الروبو، نشللوه مزيان ونديروه في الاناء ديالنا على ما هي تشد لينا الغليه. غادي نضيفوا ليها المكونات.
مهم هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا غادي نحطها دابا فوق البوطه ونخليها حتى تطلع فيها الغليه مزيان مزيان. مهم البنات هنايا من بعد ما طلعت لينا الغليه في لاصوص ديالنا غادي ناخذ التوابل ديالنا كاملين. وسمحوا لي ما بينت لكمش هنايا الطماطم مصبره، كذلك غادي نزيدو جوج ديال المعالق كبيره غادي نوريها لكم من بعد. عندنا هنايا القليل من الزعتر. هنايا لاصوص ديالكم باش ما بغيتو تنسموها بالزعتر ازير، مهم كتجي زوينه. غادي نضيفو كذلك الزنجبيل وثوم بودره، كذلك الثومه محكوكه او مفرومه في ديك الاله ديالها. غادي نضيفو كذلك معلقه صغيره سنيده وكذلك الفلفل الاحمر باش غيعطينا شويه اللون، كذلك سنيده كيف ما قلت، قليل من الابزار والملح. مهم هنايا غادي نخليو داكشي يطيب مزيان. غادي نضيفو ليه جوج ديال المعالق ديال طماطم مصبره باش غتعطينا اللون احمر كيف ما كتعرفوا، حيت جانا لون برتقالي. المهم هنايا هاد المايزينا ديالنا اللي كنت قلت لكم في الاول غناخذ ديك معلقه ونص وغادي نضيفوا لها القليل من الماء. غادي نحركوه مزيان وغادي نضيفوه الخليط ديالنا هو اللي كيعطي هذاك السر باش ما كيجيش الزيت في لاصوص ديالنا بزاف وكيعطيها واحد الختوريه عجيبه ولذيذه بزاف. المهم مازال غادي نردها للنار حتى تعقد لينا مزيان. دابا غادي نصوبوا واحد الزيت من السما اللي كتجي لذيذه البنات بزاف، عرفتي جربتها صراحه عجباتني وعجبات حتى مالين الدار بزاف، كتجي من السما ولذيذه. مهم شنو غنحتاجو فيها؟ غنحتاجو فيها 4 ديال الفصوص ديال الثوم. انا عطيتكم الكميه قليله ومن الاحسن بامكانكم ديروها مثلا 3 ايام قبل او هذا، واللي زعما مزروبه انا غادي نديرها في بان ماغي باش غادي تطلق ليا شويه هذا، ولكن ما تحرقوش الزيت البنات، غير صهدوا شويه في بان ماغي وحيدوه. المهم غناخذوا 4 ديال الفصوص ديال الثوم غادي نقسموهم على جوج بالقشره ديالهم. غادي نضيفوا ليهم كذلك شويه ديال الفلفل الحار او بما يعرف بالسودانيه. كذلك غادي نضيفوا ليهم الزعتر اللي كيعطي حتى هو واحد المذاق رائع، وغادي نضيفوا ازير كذلك كيف ما قلت لكم غادي نضيفوا حتى الزعتر القليل منه. مهم اللي عنده مطحون او لا هكا اللي بغيتو. وغادي نضيفوا ليه القليل من الملح والابزار والزيت الزيتون خلاص. مهم البنات هنايا من بعد ما درت داك الزيت ديالي وباقي المكونات في بان ماغي، عافاكم ما تخليوش الزيت تحرق، ديروا غير في بان ماغي غير يدفى شويه باش يطلق دوك الازير والزعتر هذا، وديروه في شي قرعه اللي ما كتخرجش بزاف او لا هاد اللعيبات هادو يكون افضل. ندوزو باش نعمرو البيتزا.
بعد غادي ناخدو داك الزيت اللي ديجا صوبنا. الا بغيتو البنات تصفيوها باش ما تبقاش داك ازير وداكشي يخنق ليكم ديك التقبه، بامكانكم تصفيوها. المهم غادي نرشوها كامله على البيتزا ديالنا وغادي ندخلوهم للفران ونقدموهم ليكم بالصحه والراحه. المهم البنات هذه هي البيتزا ديالنا من بعد ما جبدناها من الفران كتجي رائعه شكلا ومذاقا. دابا ندوزو باش نحضروا البيتزا ديال الدجاج. المهم البنات هنايا كيف ما قلت لكم الناس اللي كيبغيو ينوعوا البيتزا ديالهم وديك الشيء، هذه كتجي رائعة بزاف، ما يمكنش نوصف لكم البنة ديالها. المهم بالنسبة للمكونات ديال هاد البيتزا غادي نحتاجو القليل من زيت الزيتون فاش غادي نشحرو الدجاج ديالنا، القليل من خردل حسب الذوق، القليل من الزنجبيل، شوية ديال الزعتر ومليحة. هادو بالنسبة الدجاج عفوا. بالنسبة لاصوص بيشاميل غادي نحتاجو كاس ديال الحليب مع مرش، كذلك 2 معالق ديال الزبدة، تكون الزبدة من النوع الجيد. انا هنايا راه ما درتش الزبده المزيانه، يعني ما عطاتنيش النتيجه اللي بغيت، لكن فاش كنجربها بالزبده مزيانه كطلع افضل والذ كذلك. عندنا القليل من الابزار وشويه ديال الملح. هنايا البنات لا بغيتو تضيفوا الكوزه ضيفوها، ما بغيتوش يعني كيبقى لكم الاختيار، حتى هي كتعطي واحد المذاق اللي زوين. مهم دابا غادي ندوزو باش غادي نشحرو الدجاج ديالنا. غادي ناخدو زيت الزيتون اولا زيت النباتيه اللي فضلتو نتوما. غادي نضيفو ليها مباشرة الدجاج ديالنا اللي غيكون مقطع واحد الشرائح اللي هما صغار. اون فوا تيبدا يدخل لينا فيه الطياب مباشرة غادي نضيفو عليه المكونات ديالنا اللي هما الزنجبيل والملح وهذا والزعتر. هما الا كان عندكم البنات الدجاج مملح مزيان ديروا اتونسيون من الملحه، لان غادي نضيفوا ليه الخردل من بعد غادي يكون مالح اكثر. مهم هنا من بعد ما طاب لينا الدجاج ديالنا، صدر الدجاج ديالنا غادي نضيفوا ليه ملعقه صغيره، ما بغيتش نكتر لان ديجا عندي الدجاج مالح. مهم غادي نخليوه المطرد كنزيدوه وهو زعما خارج النار ماشي نطيبوه. مهم غادي نخليه جانبا. دابا غادي ندوزو نصوبو لاصوص بيشاميل ديالنا. غادي نديرو ما غاديش نديرو الحليب ما عفوا الزبده والطحين وعاد الحليب. دابا غادي نديرو العكس، غادي نديرو الحليب والقليل من الملح وشويه ديال الابزار. وكيف ما قلت لكم الا بغيتو تضيفوا ليها الكوزه كيبقى لكم الاختيار، انا هنايا ما ضفتهاش. من بعد غادي نضيفو الزبده. اون فوا غيدوبوا لينا المكونات مع بعضياتهم، غادي نضيفو ديك الساعه الدقيق تدريجيا. غير هو انتبهوا مع لاصوص بيشاميل، راه بزاف ديال الاخوات اللي ديجا كيخدموا بهم زعما ديجا كيستعملوها، راه هما زعما كيوجدوها وهما كيحركوا، حيت لا غفلتي عليها غير شويه غتلصق لكم وما غاديش تصدق، وهي ما كتاخذ ليناش واحد الوقت اللي طويل باش غادي توجد دغيا دغيا ميم با 5 مينوت او لا هذا. المهم دابا غادي ناخدو لي فون ديال البيتزا ديالنا غادي نديرو ليهم لاصوص مزيان. هاد لاصوص البنات راه بامكانكم تحتفظوا بها في المجمد، الناس اللي خدامين او وليداتهم كيبغيو هكا راه كتجي زعما بامكانكم ديروها في المجمد راه كتبقى مزيانه. غير هو بما ان البصله فيها ماشي تجبدوها وتعاودوا تردوها، يعني قسموها على لي كونتيتي اللي غادي تخدموا بهم. الا جبدتوها ما تعاودوش ردوها للكونجيلاتور. دابا غادي نضيفو الدجاج ديالنا. بغيتو البنات لاصوص بيشاميل تكون عندكم لداخل ديروها من فوق الدجاج، عاد ديروا لها الفخوماج. بغيتو بالطريقه كيفاش ما زعما كيف صوبتها انا كيبقى لكم الاختيار. دابا غادي نضيفو الموتزاريلا وكذلك الفخوماج روج. هذا من بعد غادي ندخلوهم للفران غير باش يصهدوا لينا
ما غاديش نحمروهم حيت ديجا كلشي عندنا طايب. كذلك باش ما نساوش بالنسبة لا بيشاميل اما ديروها في شي بوش اولا في هاد القريعات هادو باش كتسهل علينا العملية وما كيكونش بالنسبة للناس اللي كيخدموا مثلا لي كوموند ولا شي حاجة باش ما يبقاوش كيلعبوا فاش كتكون لا كونتيتي كبيرة. زعما من الاحسن اما بوش اولا هاد القريعات هادو كيسهلوا علينا الخدمة. دابا غادي ندخلها للفران غير باش يذوب ليا شوية الفرماج ون نخرجوا زعما باش نقدموها جميع. وكنشكركم بزاف بزاف على التشجيعات ديالكم مرة أخرى. شكرا لكم بزاف وربي يحفظكم. نخليكم مع الصور. المهم البنات هذه هي النتيجة ديال البيتزا ديالنا من بعد ما كنخرجوها من الفران. كتجي رائعة رائعة. نتمنى تجربوها وتردوا عليا كومونتير. وكنشكركم بزاف بزاف واي واحد عنده اي استفسار او لا اي تساؤل يراسلني في انستغرام ولا في الفيسبوك ديالي. وكنبغيكم بزاف بزاف ما تبخلوش عليا بالاعجاب والاشتراك في فيديو قادم ان شاء الله. الى اللقاء.